صباح خير، نهاركم زين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اليوم قررت قلت نعمل شوية بمبالوني للصغار، خلي يفطروا بيه فطور صباح. ما عنديش ما انه توا لا فما لا سكر لا حليب، صدقني ولينا حايرين ما عادش عارفين اش نعملوا. وانا كيما سبق وقلت لكم ما نحبش يخرجوا الصغار من غير فطور صباح. نحس انه صغير كي يمشي ماهوش فاطر فطور صباح يبدا تبدا ناقصته حاجه، ما ينجمش يكون ناشط في القسم، ما ينجمش يقرا يشارك. ما نعرفش، عودتنا امي ربي فضلها عودتنا بالحكايات هذه، ديما تقوم بكري وتحضر لنا فطور صباح، عاده اكتسبتها وليتاني نعمل فيها لولادي. كي يخرج صغير فيهم غير فطور صباح صدقوني نبدا متقلقه. قلت نعمل شويه بمبالوني، مشيت مديت الفارينه، حطيت يمكن رطل كيكه ولا ازيد شويه فارينه، وحطيت عليها قرطاس خميره فوريه وشويه ملح كما قاعدين نشوفوا، ومغرفه سكر وحضرت ماء دافي صبيته عليها وعجنتها. تعرفوا عجينه البمبالوني ما تجيش مكبوسه، معناها عجينه تجي تقعد مرخوفه. تنجموا كيما تعجنوها بيديكم، كيما تعجنوها في الروبو كان عندكم، ولا بيديكم، خاطر هي عجينه مرخوفه جوست شويه. هاتوا نشوفوا كيفاش تتعجن. هنا البنات السكر ما عنديش، عندي تريف عقاب تاع الباكوات سكر توابع، كي هرست وصبيت قعدوا فيه كعيبات هذاك نحي فيهم من الفارينه، معناها كعبات ما تهرسوش مليح، معناها فهمت، نحيتهم هكا كعبرات من الفارينه. اما الفارينه راهي نتاع باكوات ماهيش صبه، دونك جينيرالمون كيما قلت لكم قبل نستعملها الحق ما نرقى فيها حتى شيء، حتى نصفيها ما نرقى شيء. هنا صبيت الماء وبديت نعجن في العجينه نتاعي كيما باش نشوفوا. تقعد طريه العجينه ما تجيش يابسه. وتعرفوا الفارينه كل فارينه ونوعها، فما فارينه تشرب وفما فارينه لا، ما همش نفس معناها ما همش كل كيف معناها في طريقه شربان السوائل. الفارينه نتاعي هذيك عملت نلقاها جاتني مرخوفه شويه، وليت زدتها شويه فارينه. ما نتقلقوش اذا كان حسيتوا العجينه مرخوفه نزيدوا الفارينه، اذا كان حسيتوها مكبوسه نزيدوا السوائل، ديما كيك معناها في الفارينه ما نخافوش منها. هنا صبيت الماء وقعدت نعجن فيها. كي جاتني مرخوفه زدتها شويه فارينه، وقعدت نعجن باش تدخل كل في بعضها، واللي تولي العجينه رطبه ما تحسش فيها كعابر، رطبه ما فيهاش كعابر، تحسها هكا ناعمه وكل شيء. وقتها حليت فيها عظمه وصبيت مغرفتين تاع زيت نباتي. اوزروا طريقه العجنان كيفاش، كيما هكا معناها تبدا تهزها وتفكي الفطاير نتاعنا، معناها تصور الناس كل تعرف كيفاش تعمل الفطاير، وشاشي ولا الفطاير بمبالوني هو بيدو، معناها نفس العجينه تقعد مرخوفه وتتخمر برشا باش تعطي ليفيكاسيتي نتاعها. من بعد وقت تقلاها تحسها تنفج وتجي باهيه وتطيب من داخل، والقشره نتاعها تتقرمش. معناها السر نتاعها هي في التخمر برشا وقت، وفي العجنان بالطريقه ذيكي. معناها هنا كيما قاعدين تشوفوا فيا نعجن فيها، لقيتها مرخوفه. هاني باش نزيد شويه فارينه، خاطر فارينه ابارامون معناها صبيت بزايد ماء مش طلعت ما تشربش بالكدا. زدت شويه فارينه كيما شفتوني، ومن بعد باش نزيدها عظمه. كيما قلت لكم معناها راهو اي عجينه كانت ما نخافوش منها، معناها نزيدوا الماء نزيدوا الفارينه، المفيد نصلحوا العجينه نتاعنا. به هني قعدت نعجن فيها ونلم فيها ماك الجنابي نتاع الصحفه، وكي نكملها قط معناها كي نحسها ارتابط باش نزيدها العظمه ونزيدها مغرفتين زيت. قمت بكري صحيح خاطر قلت خلي نعجنها نحضرها ونقوم الخمسة نطيبها لهم باش ياكلوها سخونه. لا غالب ما عنديش حل اخر بما اني نخدم. ربي يعين النساء الكل اللي تخدم واللي في الدار زادك، خاطر نتصور برشا نساء حتى في الدار يقوموا بكري باش يعجنوا ويحضروا حاجه لولادهم قبل ما يخرجوا للخدمه ولا القرايه.
وهذاك هو معناها، هذاك هي الأم وهذاك هي المرأة التونسية. ديما تلقانا نخمو في صغارنا، نخمو في كل حاجة، نخمو كهو ربي يعيننا باش نعملو. هنا كيما قاعدين نشوفوا قاعدة نعجن فيها بنفس الطريقة هذيكي باش تدخل في بعضها باش تولي رطبة. كي حسيتها بدات ترطاب وتنحى منها الكعابر باش نحل فيها عظمة كيما باش نشوفوا توا. العظمة باهية معناها ترد لون العجينة صفرة شوية وتعطاها قو باهي معناها في بعد كي تسيب نحسوا فيها مطعم باهي العجين بتاعنا. فوالا هني حليت العظمة كي نمشيو نشوفوها هكا تصفار شوية العجينة. قعدت ندخل فيها غاديكا في الخليط، دخلتها مليح في الخليط، قعدت نعاود نعجن فيها باش تدخل لك العظمة كلها هكا. بتشوفوا فيها كيفاش قاعدة تدخل في الخليط. وبعد كي نحسها دخلت مليح تخلطت باش نزيدها مغرفتين زيت نباتي. كيف تحب تزيد مغرفتين زيت نباتي زيت زيتونة انت واللي عندك، فهمت؟ هني الحق زدتها مغرفتين زيت نباتي وصدقوني جات معناها جات شاشي بنين هكا يتقرمش سخون، وهو سخون تاكل منه 5 6 ما تفيقش بروحك معناها بالرسمي. تلمو يتقرمش وبنين ومنفج هكا ومن داخل ما تحسوش هكا عامل ملبلب ولا تحسوا خفيف بنين. والشاشي والفطاير والحاجات هذه خيارها تاكلها وهي سخونه بصراحه. وهكا كيما قلنا معناها اللي ما عندوش يعمل مرة يعمل صحفة دراعة، مرة يعمل صحفة عصيدة، مرة يعمل شوية شاشي. خاطر تو بصراحة الدنيا غليت وهكا اقتصادي خير يعني نشوفوا تو باش تخرج معناها لبرا تشري لهم أكلة من برا أول حاجة ماهيش صحية. وش باش تشري لهم معناها أقل باكو بسكويت توا يعمل ب2000 فرنك، زيد عليه ياغورتا ولا باكو جو باش يعديو. عادة تعمل لهم حاجة في الدار تبدأ اقتصادية ونظيفة وعلى عينيك وتحط كمية باهية وياخذوا وتبدأ سخونة وياخذوا معاها حليب، كاس حليب سخون يظهر لي أنفع وصحي خير. خاطر الدنيا غليت وبالحق معناها المواطن التونسي ما عادش خالط على حد شيء. وزيد كي تعمل حاجة في الدار تحسها تحط لك كمية باهية. تواني شاشي ذي مثلا عملته ما شاء الله معناها حط لي كمية تو تشوفها مع بعضنا باهية. فطروا الصغار هزيت معايا يعني فطوري، هزيت معايا فطوري وبعد حتى كي روحنا العشية قعد موجود معناها عاودوا كلاو منه. تحط لك كمية باهية الحق. هنا هكا كما باش تشوفوني باش نصب مغرفتين زيت نباتي جوست نخلطها شوية ومن بعد نغطيها. البمبلوني كما قلنا السر متاعو في التخمر، دونك كي تغطيوها مليح بساشي كبيرة تلفوا عليها من الهواء بحيث تضمنوا انه ما يدخلش الهواء جملة. يعني غطيتها كما باش تشوفوني بساشي كبيرة وحطيت عليها طبق من فوق، وكان عندك سرفيتة حاجة اللي تغطي بها المعجنات تزيد تغطاها من فوق باش ما تشمش الهواء وتتخمر بالكدا. قد ما تتخمر قد ما راهي تجيك باهية وتنفج معاك وتجيك بنينة. هنا فوالا هنا كملت زدتها خلطت جوستك دخلتك الزيت النباتي في الخليط وكما تشوفوا فوالا غلفتها بالساشي. يعني سكرت عليها مليح باش ما يدخلهاش الهواء وحطيت فوق منها طبق غطيتها. وبعد مشيت نحضر في الزيت، حطيت الزيت يسخن. الزيت تاع البمبلوني ما يلزموش يكون سخون برشا ولا بارد، لازم يكون متوسط. كي تحطها هكا يشكشك، علاش؟ خاطر كي يبدا سخون برشا تحمر لك برشا من برا وفي ساعه والدخلاني يقعد ما يتيبش، يقعد معجن. دونك ماذا بيك يكون هنا كما تشوفوا كي حطيت يتشتش الزيت شويه اما مش سخون برشا باش ما تتحرقش في ساعه الكعبه وباش تطيب من داخل وتحمار. تطيب من داخل وتحمر من برا في نفس الوقت معناه. هنا رميت كعبة وزدت حطيت الكعبة الثانية كي باش نشوفوهم باش يتقلاو ويخرجوا مع بعضهم. وبنفس الطريقة قعدت نقلي في الكعبات متاعي الكل اللي كملتهم كما قاعدين نشوفوا. وبمبلوني راهو معناها طريق سهل برشا معناها
طريقته في العجنان سهلة، في تقليه ما في شيء معناها ما يشدش وقت. انت والكمية اللي حطيتها بطبيعة والله يعني وقتها هذا بديت نقلي فيه ال35 هكاكا محسوب، نقولوا 5 و7 6 غير 4 كملت حطيته وبديت نقيم في الصغار ونحضر فيهم باش ياكلوا. وكما تعرفوا الصغار يحبوا الحاجات هكا تبدا سخونة ويشيخوا عليها، يعملوا عليها جو حتى يبدا ما عينوش وباخل هكا باش يقوم الصباح من البرد وكل. صغيرات كلهم هما عندهم الحق. اما كي تقول له قوم هاني حضرت لك بنبلوني، هاني عملت لك صحيفه درع، هاني عملت لك صحيفه عصيده، يقوم ينشط ويقوم بصراحه. هنا كما قاعدين نشوفوا حضرتهم حضرت الكميه متاعي الكل، حطيتها كملتها الكل. وش تشوفوا قداش حطت لي معناها كميه باهيه. كان تمشي تشتريهم من برا، تو احنا كلنا نعرفوا سوم الفطاير من برا الفطيره على 1200، معناها احسب اني شو قداش طلع لي معناها اذا كان نمشي نشتريهم شو قداش فلوس. معناها كيما قلت بالحق معناها كي نعملوا حاجه في الدار تكون اقتصاديه وحاجه اقتصاديه وميم طون حاجه صحيه خير. الحق اني راه هكا. ونتصور برشا امات كيفي يقوموا صباح ويحضروا لوليداتهم ولصغيراتهم، خاطر الصغير يلزمو ياكل حاجه باش يمشي ناشط ويبدا فايق، باش ينام يكمل نهاره زادك مرتاح. والله يعني حتى اللي ماكلاش في الدار هز معاه معناها في ساشي، قال لي ناكلها في الشارع ولا ياكلها في لمجه ولا حب يعطي لاصحابه معاه. الحسيل احنا ما نحيروش التوانسه، عنا اكلات تقليديه باهيه تغذي وتنفع صغيراتنا وتنشطهم. واي امراه حره نجم تعاون روحها في الدار بالحاجات هذيا، خاطر مش باش نعملوا كل شيء من برا، كل شيء بالفلوس. الدنيا غلات والمكتوب ما عادش خالط بصراحه. هنا كملت الكعبات بتاعي الكل بنفس الطريقه كما قاعدين نشوفوا، خرجناهم الكل بنفس الطريقه. كي نشوفوها حمارة الكعبه بالكدا كما نعرفوا الفطاير شاشي هو بيدو الفطاير جوست واحد كعبه محلوله هكا كلها مسكره والاخر محلوله في الوسط. والله يعني تفكروا الشاشي سنة على البحر يبيعوا فيه كعبه صغيره، يبيعوا فيها ب2000 وب1500 معناها بالرسمي، معناها بالرسمي شيء مكلف. ومعناها ما نعرفش فيه شويه فرينه وشويه زيت كيما ريتو هاو كريتو المكونات اللي حطيتها علاش يبيعوا بالسوم هذاك ما فهمتش. عاد الواحد يولي يتعلم الحاجه كي هيك ويعملها وحده في الدار يظهر لي تكون خير بصراحه. هكا نصب عليها الزيت من فوق باش تنفخ ميم طون من فوق وتتقلم اللوطه، ومن بعد نقلبها على الشيره الاخرى باش ديما تتنفخ على الشيرتين بالكدا معناها تطلع من الشيرتين في نفس اللون وتكون مريقله. هنا هاكم قاعدين تشوفوا، شوف ما شاء الله معناها الكميه اللي حطتها لي قداش بالرسمي، معناها حاجه باهيه على الاخر. كما قلت لكم كلاو منها صباح ورجعوا العشيه وزيدوا عاودوا منها كي اللمجه. الصغار ديما يحبوا حاجه حلوه في الدار. وبما انه اني ما عنديش سكر صدقوني رشيت عليها شويه سكر محور، هاو كيما باش تشوفوا ديجا. حطيتها على البابي ذاك باش يشرب الزيت، وهي ما تاخوش الزيت من داخل برشا، جوست باش هكا الزيت البراني نتاعها ينقص. وبصفايه ذريت عليها شويه سكر محور. وربي يعيننا وكهوش باش نعملوا المفيد. ما نحيروش، نجموا نعملوا اي دباره باش نكونوا باش يعني باش نكفيو عائلتنا، باش نكونوا صغارنا فرحانين. الحمد لله وكهو، الحمد لله ذاك الواحد يقول. هنا قعدت كمل نقلي فيهم الكعبات الكل، كملت الكميه نتاع الخليط الكل اللي عندي ما شاء الله، معناها كميه باهيه وفرحوا بيه الصغار وفطروا
ونتمنى واني متاكده انه اي واحد تلقاه يتفرج توا يقول بالحق على الصباح تبدا فطاير سخونه هكا ولا شي سخونه الواحد يعمل عليها كيف ويتشهى يعملها. ميسالش الامهات نتشجعوا شويه، نعرف طقس بارد تشعل كانون بحذاك الصباح وتقوم تعمل حويجه لصغيراتك تفرحهم، وحتى انت تاكل حاجه سخونه باهيه. شفتوا هنا البنات، شفتوا قداش حطت لي كميه بالرسمي معناها كان تمشي تشتريهم هذوما من الشارع شو قداش يكلفوك معناها. في الدار ديما تعمل حاجه في الدار خير، اني نرى هكا اي حاجه راك طيبه في الدار صدقني تكون خير، حاجه حلوه حاجه مالحه خير وتكون اقتصاديه خير ما تمشي تشتريها من الشارع، هذا شيء مؤكد معناه. هنا كملت الكميه متاعي الكل، خرجتها باش نبدا نحط لهم عليها في السكر المحور على الاقل معناها تبدا فيها شويه حلاوه، خاطر هي العجينه نتاع الشاشي ما فيهاش برشا سكر معناها مغرفه سكر نحطها باش تعمل هكا تقرميشه هذيك نتاع القشره وكل البرانيه. معناها كي تدري لهم عليه شويه سكر من برا والله حتى سكر محور شويه معناها ما عملش لي في نتاعو. هانا الصغار فما شكون دهنها بالشوكولاته ترتيني وكلاها، فما شكون دهنها من فوق بشويه معجون وكلاها، معناها نجموا ندبروا مولنا باذن الله ما نحيروش، وان شاء الله ربي يحل ازمه هالبلاد ويفك علينا الضيق والكربه نتاع نلوجوا على الخبز، نلوجوا على الفرينه، نلوجوا على السميد، نلوجوا على السكر، خاطر بالحق هذوما ضروريات الحياه وما عادش العبد خالط عليهم، ما عادش الواحد عارف شو يعمل. هنا فوالا يا جماعه كملت، حطيت المعجنه الفخار بتاعي الاخرى حطيت فيها بابي كيما قاعدين تشوفوا، اغزروا معايا هنا وين نقص فيه الكعبه كيف هي، شوف كيف اني من داخل ماهيش معجنه طايبه منفخه تعمل توستين كيف، شوفوا محلاها سخونه هكا وكيفاش منفجه وكل القشره تتقرمش متاعها. هنا حطيتهم غادي باش ينقص كميه الزيت بتاعهم تشرب هاك البابي، وذريت عليهم سكر محور كما قاعدين تشوفوا. وهذا كان فطور صباحنا لليوم، ونودكم ولا نشهيكم وناكلوا بالشفاء، وان شاء الله نعملوا فطور صباح اخر قمقوم ونوريه لكم، وبالطبيعه من عاداتنا التونسيه من الاكلات التقليديه متاعنا، معناها حاجه خير من هكا ما نتصورش نرقاو. وصدقوني معناها حتى تمشي للخارج الاكلات الكل لومبالي هذيا ومتاع الشارع ماهيش في البنه متاع الاكله التونسيه متاعنا. ناكلوا بالشفاء، وتو ما بقى لي كان نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين وبسلامه، صدقوني بنين وخفيف ويعمل وربي يعينكم على نهاركم. سلام.